اهلا وسهلا بكم في قناتكم جارديان انجل. النهارده هنعمل الفيديو عن رسائل الملائكه ليك لحياتك الرومانسيه او العاطفيه. فنشوف كده ايه الرسائل والنصايح اللي جايه لك لحياتك العاطفيه، سواء كنت في علاقه صعبه او علاقه كويسه او علاقه متحير فيها. هنشوف شويه رسائل وشويه نصايح ليك. هيبقى عندنا 3 اختيارات. هيبقى عندنا الحجر الروز والقلب الروز والحجر الاخضر. فاختار لو عندك كذا موضوع زي ما انا معوداكم، ممكن تختار كذا اختيار. لو في حاجة واحدة بس هي اللي شغلاك تختار اختيار واحد. فهسيبكم ثانيتين كده تختاروا وبعد كده نبتدي. اوكي يلا نبتدي. هنبتدي بالحجر الروز، وهسيب لكم الاختيارات في الكومنت او وفي الديسكريبشن كمان. هتلاقوا التوقيت بتاع كل اختيار عشان اللي حابب يطلع على الاختيار اللي هو اختاره على طول. فيلا كده نبتدي ونشوف. رسالة تاني. اوكي يلا بينا نبتدي.
اول رسالة جاتلك هنا بيقولك انك تبقى مبسوط كده ومستمتع. بيقولك مفيش فايدة من انك تفضل تحزن ويبقى عندك حزن وأسى، وعايز تزق المواضيع كده انها تتحرك في الاتجاه اللي انت عايزه. بيقولك انت استمتع بالحياة بكل ما فيها، استمتع بالبدايات واستمتع بالنهايات. اهم حاجة انك تدور دايما ازاي تستمتع بالحياة، وانك تلاقي دايما ايه هو المصدر اللي يجيب لك السعادة فيها، مش تفضل تدور على الحزن والأسى. فبيقولك enjoyment، تدور دايما على نقط السعادة في حياتك. بعد كده هنا الكوميتمنت ده اللي هو التزامك ناحية شريك، ناحية حياتك الرومانسية، كده اللي هو الالتزام. بيقولك انت زي يعني عارف جواك كده وجوه افكارك ومعتقداتك، وانت عارف كويس ان الحب موجود وان هو اساس الكون. بعد كده هنا بيقولك خليك عطوف كده. بيقولك انت محتاج تبقى عطوف على نفسك وحنين على نفسك في الوقت اللي انت فيه دلوقتي، وتسيب نفسك كده وسط ناس برضو يكونوا عطوفين وحنونين. في الموقف اللي انت فيه وفي البيئة اللي انت فيها دلوقتي، انت محتاج الحنية، محتاج تبقى حنين انت تجاه نفسك. ده دورك الاول، انك تبقى حنين مع نفسك، وحاول كمان تبقى في وسط ناس بتحبك وبتعزك وحنينة عليك. انت محتاج ده في الوقت الحالي وفي الموقف اللي انت فيه. بعد كده هنا بيقولك surrender negative thinking، حاول انك تبطل التفكير السلبي. بيقولك حاول تتحكم شوية في أفكارك، ولما تجيلك كده الأفكار سلبية، قول جوه نفسك ميرسي جدا على الأفكار دي، وبسرعة ركز على حاجة تانية إيجابية وقولها. يعني حتى لو انت مش قادر تتغلب على افكارك السلبية، بيقولك خلي كده عندك نوع من انواع الكنترول. اول ما تلاقي في افكار سلبية جاتلك، اوكي قول لها شكرا، وحاول تفكر بسرعة في نفس الوقت ده في حاجة ايجابية او حاجة بتبسطك او حاجة بتسعدك في نفس الوقت ده. فبيقولك بالطريقة دي والتدريب ده انت تقدر تتحكم شوية في طريقة افكارك السلبية. بعد كده هنا بيقولك manifestation، بيقولك انت تقدر انك عندك القدرة، يعني انك تحقق او تجذب لحياتك الحاجة اللي انت محتاجها، سواء بقى علاقة حب، سواء علاقات رومانسية انت مثلا نفسك فيها، او كان في علاقات مثلا ما كانتش ناجحة معاك. فبيقولك انت اساسا بتفكيرك بس، عشان كده هنا بيقولك سيب التفكير السلبي. فانت عن طريق تفكيرك بس كده، وانك تفكر بطريقة ايجابية، انت هتقدر تجلب لنفسك الشريك اللي يناسبك، او العلاقة الرومانسية اللي تبقى انت مبسوط وسعيد فيها. هنا بيقولك تيك توك، خلي بالك من عامل الوقت في حياتك. ما تضيعش وقتك مثلا في علاقات هي مش مثمرة او مش بتفيدك، او بالعكس ممكن تكون بتضيع لك وقتك ومش مثمرة يعني العلاقات دي. فبيقولك انت حاول تاخد بالك من الوقت، وما تفضلش تعيد وتزيد مثلا في حاجات تكون مش نافعة ليك. فخلي بالك بيقولك من عنصر الوقت. بعد كده هنا بيقولك حاول تفكر كده بره الصندوق، ازاي انك تحول اي عداوات في حياتك لمصلحتك انت الشخصية.
فشوف بقى لو في مثلا علاقات عامله لك عداوات مع الناس، او انت حاسس ان في حواليك مثلا ناس اعداء او كده، عشان كده حتى هو هنا بيقولك حاول تحيط نفسك بناس تكون بتحبك وحنينة عليك وكده. فبيقولك برضو انت فكر يعني، سيب كده تفكيرك، حاول تفكر بره الصندوق، ازاي ممكن انت لنفسك تحول العداوات دي لمصلحتك انت الشخصية. بيقولك خلي الشريك او او اللي هو العلاقة اللي انت فيها، يعني بيقولك خليهم يقربوا وقربوا من بعض انتوا الاتنين مفيش مشاكل، لكن ادي دايما مساحة للطرف الاخر، لان اللي بيقولك الحب هو مش حق مكتسب. دي حاجة بسيطة جدا، انك تبقى بتاخد وتدي وتسمح وتدوا مساحة لبعض. فانت ممكن من النوع اللي مثلا بتتعلق بالاشخاص جامد، يعني بعد ما تحب حد تبقى مش عايزه يبعد، لا انت رايح فين، طب كلمني، طب لا ما تطلعش مع اصحابك. طب في يعني نوع بيبقى لما الواحد بيحب جامد بيوصل للمرحلة دي. فبيقول لك لا، اللي هو الحب ده مش حق مكتسب. بالعكس انت تقدر تحبوا بعض وتبقوا قريبين جدا من بعض وتبقوا صحاب واصدقاء وحبايب وكل حاجة، بس ده ما يمنعش انكم تدوا مساحة من الحرية لكل واحد. فبيقولك هو الحب ببساطة عبارة عن أخد وعطا كده ومساحة ومسافة لكل واحد انه يعيش حياته ويثبت نفسه برضو في حياته مثلا العملية او الاجتماعية او كل حاجة، وده ما يمنعش انكم تكونوا بتحبوا بعض. فبيقولك وفق بس النقطة دي، يعني فرق بين ان انتوا تبقوا بتحبوا بعض وانه برضو في مسافة ومساحة بينكم. بيقولك حاول تجيب كده كل افكارك اللي هي بتضايقك، وتحاول تحس كده ان هو في زي سبوت كبير هينزل كده على الافكار دي، فتتها كلها ويخلص عليها يعني. وابني لنفسك كده زي يعني زي اوضه كده حوالين تفكيرك للحاجات الحلوة والحاجات اللي ممكن تحصل وتبقى جميلة في حياتك. فبالطريقة دي انت تجذب ليك الحاجات فعلا الحلوة، وانت فعلا بيقولك انت مانيفستور، يعني انت الحاجة اللي بتفكر فيها بتجذبها فعلا. فممكن لو بتفكر بطريقة سلبية تجيب فعلا افكارك دي يعني تجذب لك فعلا حاجات انت تكون مش بتحبها. فركز قوي في موضوع افكارك دي، لان افكارك دي مأثرة عليك قوي في حياتك العاطفية والرومانسية وكده. بيقولك انت يعني لوحدك كده انت كافي وعارف ايه هو طريقك وخطواتك، وانت عندك اكتفاء ذاتي. فخليك واثق ان انت عندك اكتفاء ذاتي، ان انت يعني مش لازم تبقى مسنود على حد او كده، لا انت عندك اكتفاء ذاتي وانت كامل في نفسك. فهي دي كانت رسائلكم اللي اخترتوا الحجر الروز. يا رب شوية النصايح دي تفيدكم شوية. حاول بس تهدي من أفكارك وتحاول تخلي أفكارك كده سعيدة وإيجابية، ويبقى عندك تدور على النقط اللي بتبسطك وتركز عليها عشان تجذب لحياتك حاجات تبقى مفرحة أكتر. لما احنا بنركز على النيجاتيف ثينكينج ده ونفضل نفكر بطريقة سلبية، احنا بنشد لينا الحاجات السلبية دي اللي احنا بنفكر فيها. وانت بالذات بيقولك عندك النقطة دي، فراعي قوي تفكيرك واعمل الخطوات اللي قلنا عليها دي. اما يجي في تفكيرك حاجات يعني افكار سوداوية او تفكير سلبي او كده، اوكي قول لها شكرا، وافتكر بسرعة حاجة بتبسطك وبتفرحك. فبالطريقة دي انت هتعمل مانيفستيشن وتجذب ليك الحاجات السعيدة والحلوة، وتبعد عنك الحاجات اللي انت مش بتحبها. وادي دايما مساحة بينك وبين الطرف الاخر، اللي انه يبقى فيه مساحة وحرية وكده بينكم. ده مش معناه ان انتوا ما بتحبوش بعض، لا، المساحة والحرية دي بالعكس دي يعني بتخليك كمان تدي في العلاقة اكتر. فميرسي جدا ليكم اللي اخترتوا الحجر الروز، ويا رب تكون فكرة الفيديو النهاردة عجبتكم. اشوفكم ان شاء الله المرة اللي جاية على خير. ميرسي.
دلوقتي هنشوف اللي اختاروا القلب الروز، ونشوف ايه هي شوية الرسائل كده والنصايح اللي جايالك لحياتك الرومانسية والعاطفية. اوكي، يلا بينا نبتدي. تختاروا القلب الروز. تعال نشوف ايه هي شوية الرسائل والنصايح اللي جايه لك. بيقول لك love، الحب. بيقول لك قصة الحب دي مش هي انك تفضل تدور انك تلاقي الحب، لا، ده انت الحب نفسه، انت شخصيا عبارة عن حب، فانت مش محتاج انك تطلع ولا تدور على الحب بره. فبيقول لك اطلب من ربنا وقول له ساعدني يا رب، وابعت لي العطف والحنية والاهتمام عشان اشفي طفلي الداخلي، واني دايما افتكر I myself am love، انا نفسي عبارة عن حب وانا الحب نفسه. فبيقول لك انت محتاج طفلك كده الداخلي تعرفه وتفهمه ان هو مش محتاج ان هو يطلع ويفضل يدور بين الناس عن الحب، ده انت شخصيا الحب.
فبيقول لك حتى لو مش قادر تعمل ده، اطلب من ربنا وقول له يا رب ابعت لي العطف والحنية والاهتمام لطفلي الداخلي، واني دايما افتكر واعرف اني انا نفسي، انا هو الحب شخصيا. فانت اللف نفسه، مش محتاج انك تدور على الحب بره. هنا جالك اكشن، بيقولك انت عندك الشجاعة الكافية انك تعبر عن نفسك المنفردة دي. حب كل الوان روحك اللي جوه روحك من جوه. انت ممكن تكون حاسس يعني ان انت لا، انت من غير حب مثلا حاسس نفسك مش مكتمل، ناقص. بيقولك انت اساسا عبارة عن حب، انت كلك حب، وجوه روحك كده مليان كل الوان الحب. فانت مكتفي ذاتيا، انت مش محتاج اساسا حد انه يحبك عشان انت تبقى كويس. لا، ده انت مليء بالحب، وانت محتاج بس تدخل كده جوه نفسك وهتلاقي نفسك كلك حب وكلك عطف، افضل من انك تطلبه من اي حد تاني. بعد كده هنا بيقولك حاول تسيب نفسك كده للطبيعة وجمال الطبيعة وكده. فبيقولك انت محتاج تاخد ريلاكسنج بريك، انت محتاج زي فترة ريلاكس كده وتقضي وقت في الطبيعة. وبيقولك ده هيحاول يخليك زي تلاقي كده التوازن كده وانك تهدي كده مشاعرك وتنقيها. جمال الطبيعة ده بيقولك هو اللي بيعمل كل ده. فحاول بيقولك تطلع في الطبيعة، ده هيفيدك جدا. اطلع كده في الطبيعة وشوف الجمال ولاقي الحب كده والجمال في كل حاجة حواليك. بعد كده هنا بيقولك healthy life style، انت محتاج يعني تخلي حياتك تعيشها بطريقة صحية اكتر. فبيقولك كل، وانت محتاج زي تعمل ديتوكس كده لجسمك من زي تنقية لجسمك من الاكل الزيادة، وخد وقت كافي من النوم، ومارس بانتظام الحياة الصحية. فالحياة الصحية دي الهيلثي لايف ستايل ده بيقولك ان انت تخلي بالك من اكلك، ما تاكلش حاجة تضر نفسك، ما برضو تنام كويس. فالهيلثي لايف ستايل ده بيبقى عبارة عن كل حاجة كده انك تاخد بالك منها من نفسك، انك يعني ايه زي ترعى نفسك كده بطريقة صحية، تشوف نفسك بتاكل ايه وتحاول تاكل الحاجات اللي تخليك بصحة افضل، تنام كويس، تفكر حلو. كل الحاجات دي بتخليك انت شخصيا تبقى هيلسي كده. فانت محتاج الحاجات دي، ومحتاج تطلع في الطبيعة، ومحتاج تدخل كده جوه نفسك وتلاقي الحب. هنا الملايكة بيقولوا لك children، انت فعلا عندك مثلا ممكن تكون شوية مشاكل عندك من الطفولة. ممكن مثلا كان مثلا في مشاكل لبعضكم، يعني مثلا بين الاب والام، فالحاجات دي عملت لك يعني زي عقدة مثلا، او انت يعني في قصة الرومانسية والعاطفة دي يعني حاسس انك مش متوازن فيها. انت من جوه في حاجة زي مجروحة فيك. ممكن برضو بعضكم يكون انت عندك اطفال وكده، فانت حاسس مثلا ان مش بتديهم الحب الكفاية او كده. فبيقولك لا، ده انت كلك حب، وجوه روحك كل الوان الحب، يعني كل الوان الحب اللي تتخيلها هي موجودة عندك. زائد ان لو عندك شوية حاجات من الطفولة، الملايكة دي بتقولك ما تقلقش، هما هيساعدوك انك تشفي الحاجات الطفل الداخلي اللي جواك، والحاجات اللي انت عندك متراكمة زمان من الطفولة. هنا بيقولك في رسالة كده جايالك كده زي خبر حلو، بس هو ايه يعني زي لسه قدامه وقت، لسه الازازة مقفولة عن الخبر ده. ممكن يكون ان انت هتعرف تحب نفسك، بس تعمل الخطوات الصح. ممكن
تكون في رسالة فعلا هتجيلك فعليا. فانت شوف بقى، يعني خدها كده، هو بيقولك في مسج ان بوتل، في رسالة جوه ازازة لسه، الازازة دي لسه ما اتفتحتش. او ممكن تكون انت محتاج تعمل مثلا شوية شفاء لغاية ما يجيلك مثلا الحب ده، فانت تحب بطريقة صح، لان انت لو مش بتحب نفسك صح من جوه، قلنا مش هتعرف انك تحب حد تاني او تدي الحب بطريقة صحيحة. ولو جواك مشاكل من الطفولة او طفلك الداخلي، برضو لازم انك تظبط الحاجات دي لغاية ما يجيلك الحب الصح في حياتك. بيقولك انت محتاج، بص تاني، بص يعني نفس الكارت تاني، بص جالك هنا هما نفس الخضار كده ونفس الزرع. هنا بيقولك انت محتاج ت... هنا بيقولك انت محتاج تاكل وتشرب وتاخد بالك من الخضار وطريقة اكلك وكده. وهنا بيقولك انت المفروض تطلع في الطبيعة. وتاني هنا بيقولك انت محتاج انك تاخد فترة كده وتعمل فن لحياتك، وتطلع وتنبسط وتبقى سعيد اكتر. فبالطريقة دي انت تزود المرح والسعادة في حياتك. فانت محتاج تطلع شوية، بيقولك take time out for fun، اطلع كده وغير جو وشوف ايه يعني ممكن تطلع فين يخليك تحس كده بالسعادة. يعني ممكن يكون مكان معين مثلا انت بتروحه بيبسطك، ممكن تكون تقابل مثلا مجموعة من اصحابك بتحس كده انك انبسطت لما تقعد معاهم وتحكوا. ممكن يكون مثلا انك تطلع كده انت تتمشى مثلا على البحر او على النيل، او ايه المتاح عندك يعني. كل الحاجات دي بيقولك كل الحاجات دي بتساعدك انك تزود المتعة بتاعتك. بعد كده هنا بيقولك close your eyes، اقفل عينيك وقول لنفسك انا استاهل اني احس بالسعادة. فبالطريقة دي انت هتسمح للسعادة فعلا انها تخش حياتك. حتى بيقولك ايا كانت ايه الظروف المحيطة بيك في البيئة اللي حواليك، انت تقدر تلاقي لنفسك السعادة والمتعة. هو اساسا يعني الفرح والسعاده وكده بيجي الاول اساسا من داخلنا. يعني انت لو من جوه مش حاسس بفرح، مش حاسس بسعاده، وايا كانت ايه الاجواء اللي حواليك، بيبقى يعني ما بيبقى لهاش فايده. يعني لو اللي حواليك بيعملوا ايه وانت من جوه نفسك كده، جوه نفسك مش سعيد، كل الحاجات دي مش هتعمل. وعلى عكس بقى، انت لو من جوه حاسس بالرضا والسعاده وانك يعني مبسوط باي حاجه حواليك، حتى الوحش والحلو، انت حاسس برضا كده وسعاده من جوه، ده مش هيفرق بقى ايه الاجواء اللي حواليك، لان الرضا والسعاده والفرح والحاجات دي بتيجي الاول من جواك. طبعا بتأثر لو في حاجات برضو حوالينا ايجابيه وحلوه كتير، ده بيساعد اكتر، لكن هو منبعها فينا احنا من جوه. فحاول انت دايما كده من جوه تحافظ على سلامك و... والسعادة والفرح جواك. وبيقولك لو بعد كده حتى حواليك في البيئة اللي حواليك مش متاحة انك دايما تبقى فرحان وسعيد، فانت لما تبقى كده من جوه ده هيساعدك كتير انك تتغلب على الحاجات البيئة اللي حواليك يعني. بعد كده هنا بيقولك باور، القوة. بيقولك انت كده من جواك عندك يقين ايه هي الحاجة الصح اللي انت المفروض تعملها لنفسك. يعني انت عارف ايه الصح اللي المفروض تعمله لنفسك، وعندك كمان القوة الكافية انك تقول نو، انك تقول لأ، وتمشي بعيد عن اي حاجة ما بقتش مفيدة او كويسة ليك في اي وقت. فانت قوي جدا يعني. ده بص انت بيقولك انت عندك الباور ده، القوة الكاملة والكافية انك تعرف ايه الصح كمان لنفسك، وعندك الشجاعة والقوة الكافية انك تقول لأ لأي حاجة في اي وقت انت بتحس انها خلاص الحاجة دي ما بقتش تنفع ليك. انت عندك القوة الكافية والشجاعة انك تقول لأ، وفي اي وقت كمان. يعني اول ما تحس ان الحاجات دي ما بقتش تنفعك، انت عندك القوة الكافية انك تقول ليها لأ وتمشي وتبعد كمان. بيقولك حاول انت دايما مثلا ممكن ايه يعني
تكتب ايه هي مثلا الحاجات اللي بتخليك سعيد ومبسوط، تسجلها كده. فالحاجات دي بيقولك حتى بعد كده مثلا لو في ظروف او اي حاجة حواليك بتضايقك او كده، تقدر انك تفتح ده وتفتكر كده مع نفسك الحاجات الحلوة دي، فده يساعدك انك برضو تبقى مبسوط وسعيد في اي احوال حواليك، حتى لو الاحوال اللي حواليك دي ما فيهاش سعادة وفرح او كده. بيقولك انت لما تكتب الحاجات دي ممكن انك كده ايه تخليك سعيد، وايا كان ايه الاجواء حواليك، مطر بقى، برق، رعد، بتاع، انت تقدر تفتح الحاجات دي وتفتكر. ممكن انك تكتبها فعلا، وممكن انك بس مجرد انك تقعد كده مع نفسك وتفتكر حاجات بتبسطك، ده يخليك تبقى سعيد في اي وقت ومبسوط ايا كان ايه اللي بيمر حواليك. ممكن تكون شوية يعني انت حواليك ظروف صعبة، او الناس اللي حواليك صعبين مش ايجابيين، مثلا دايما بيزودوا مثلا الحزن والتعاسة والكآبة حواليك. فانت محتاج دايما ترجع لنفسك وتدخل جواك، لان انت مليان حب، انت مش محتاج اساسا، انت مكتفي ذاتيا، يعني انت مليان حب. بص بيقولك انت الحب شخصيا يعني. وتاني الكارت اللي بعده بيقولك انت جوه روحك بس جواها كل الوان الفرح والسعادة والحب. فانت بس يعني شوية النصايح هنا ليك انك تأمن كده بنفسك وتدخل كده جواك وتحس بالحب جاي منك انت شخصيا، جوه انت مليان بالحب. ومحتاج تطلع في الطبيعة وتخلي بالك من اكلك كده، وتاكل خضار وفاكهة والحاجات دي اللي هي يعني بتفيدنا. وتحاول تنام كويس، وما تقلقش حتى لو في حاجات عندك من الطفولة او مشاكل تخص اطفال او كده، الملايكة هنا بتقولك انه هيساعدوك في القصة دي. وفي رسالة كده هتجيلك في ازازة و... وهنا بيقولك تاني انت محتاج تطلع وتنبسط وتتفسح وتلاقي تدور كده على الحاجة اللي بتسبب لك السعادة واعملها، انت محتاج في الوقت الحالي ده بس. وبيقولك اقفل عينيك وقول لنفسك دايما ان انت محتاج، ان انت تستحق الحب والسعادة والفرح في حياتك. ولو في اي حاجة في حياتك ينفع هي مش يعني مش بتجيب لك السعادة وينفع انك تبعد عنها، فبيقولك انت اساسا عندك كل القوة انك في اي وقت تقول لأ وتمشي بعيد عن الحاجة دي. لو حاجة ينفع انك حاجة يعني بتضرك وينفع انك تبعد عنها، ومثلا انت مش يعني حاسس انك مش متشجع انك تعملها، بيقولك لا انت قوي وتقدر تقول لا في اي وقت وتبعد عن اي حاجة برضو في اي وقت. وسجل كده حاجاتك الحلوة وذكرياتك الخاصة انت اللي بتحس لما تفتكرها بفرح وسعادة، سجلها جوه دماغك، سجلها فعلا في نوت، الطريقة اللي تريحك انت. وحاول تفكر دايما كده في حاجات تبسطك وتفرحك وتجيب كده للأجواء اللي حواليك الفرح والسعادة. واطلع في الطبيعة، أهم حاجة اطلع كده وسط الشجر والزرع، الورد، البحر، النيل، الحاجات دي كلها كده بتصفي الذهن، وحتى لو في طاقات سلبية كده بتهدي منها وتخلصنا منها. فميرسي جدا ليكم اللي اخترتوا القلب الروز. يا رب شوية النصايح والرسائل دي تكون فادتكم، وميرسي جدا ليكم، واشوفكم ان شاء الله المرة اللي جاية على خير. دلوقتي نشوف المجموعة الأخيرة. سوري يا جماعة، اللي اختاروا الحجر الأخضر، نشوف ايه هي شوية الرسائل والنصايح اللي جاية لك. يلا ونبتدي.
اوكي، يلا بينا نبتدي. اول رسالة ونصيحة جات لك هنا forgiveness، التسامح. بيقولك انت محتاج تعمل تسامح وتعمل شفاء. بيقولك انك تقدر تعمل التسامح ده وتشفي نفسك من اي مشاعر، يعني غضب او كده ما فيهاش تسامح. الطريقة اللي تشفي بيها ده بيجي من القبول للقبول، يعني خلاص انك تتقبل اللي حصل وكده، وتحاول انك تسيطر على اي مشاعر ما فيهاش تسامح او غضب او حقد او كراهية او كده. انك ازاي تشفي نفسك من القصة دي، ان يبقى عندك تتقبل خلاص اللي حصل. فبيقولك لو مش عارف تتقبل ده ومش عارف تعمل التسامح، اطلب من ربنا دلوقتي وقوله يا رب ساعدني اني اقبل باي حاجة حصلت، وعرفني اني انا وخليني اعرف من جوايا ان الطريقة الوحيدة اللي اقدر اجدد بيها نفسي اني اقدر اتسامح، وان ده مش هقدر اعمله غير لو انت يا رب ساعدتني يعني. فاطلب من ربنا انه يساعدك على التسامح. انت في حاجة كبيرة عندك محتاجة تسامح، ممكن تكون طبعا حاجات يعني فشفتك او كده في علاقات حواليك او العلاقة اللي انت فيها دلوقتي. فبيقولك انت بس محتاج انك تتسامح. وحتى لو ده طبعا ساعات بيبقى صعب، لان على حسب كل واحد ايه المواقف اللي عدى بيها. في ناس بتعدي بمواقف بتبقى صعب جدا ان هي تعمل تسامح، بس التسامح ده على فكرة بيجيب لك الراحة ليك انت شخصيا. يعني حتى لو مش هتعمل التسامح ده عشان حد، التسامح ده بيهديك انت من جوه، زي ايه، بيطفي كده النار اللي جواك انت. كمان المشاعر نفسها بتاعت عدم التسامح او انك تبقى متغاظ من واحد او خلاص كرهه او حاقد عليه او كده، المشاعر دي بتبقى وحشة كمان عليك انت. يعني المشاعر دي متعبة ليك انت شخصيا، فانت محتاج تعمل تسامح. فحتى لو انت حاسس ان صعب او حصل فيك حاجات كتير، ارفع ايديك كده وقول يا رب ساعدني ان انا اعمل التسامح ده، وان انت الوحيد اللي هتقدر تخليني استشفي من القصة دي واقدر اعمل التسامح. هنا بيقولك creativity، الابداع. بيقولك انت تحب انه يبقى عندك كده افكار وابداعات وحاجات جديدة، وحاجات كده تنور كده، تخش زي ايه يعني في الضلمة كده اللي موجودة، حاجات كده ابداعات وحاجات تبقى جديدة. فانت محتاج انك ايه يعني تقريبا زي تتسامح دلوقتي، وتطلق نفسك بقى للابداعات، وتحاول كده تدخل ايه زي تدخل نور كده جوه قلبك كده وجوه نفسك، وتفتح كده نفسك للابداعات والحاجات اللي تنور تاني حياتك. بعد كده هنا بيقولك surrender to play، انت محتاج انك تلعب. بيقولك خد كده زي يعني بريك من التفكير الكتير، وانك ازاي تحقق هدف معين او حاجة معينة انت فيها. فبيقولك انت في الوقت الحالي محتاج انك تلعب وتسيب التفكير الكتير في هدف او في حاجة معينة انت عايزها. بيقولك اعمل حاجة فور فن كده للمتعة وللسعادة، وانك سيب التفكير كده وراك واطلع انت، حاول تشوف حاجة تبسطك انت. بيقولك اللعب ده بيبقى هو الوقت بتاع الابداع وبتاع الهدوء وبتاع الشفاء، وكمان هو اللي بيجيب لك الافكار والابداعات الجديدة. فانت محتاج تلعب، ما تقولش انا عندي كام سنة العب ايه، لا، كل واحد فينا دايما جوانا طفل داخلي دايما محتاج انه يلعب ويفرح ويجدد الطاقة، وهو ده اللي بيساعدنا كمان ان احنا نعرف ننتج في الحياة. انت لو ولا بتلعب ولا بتطلع ولا بتخرج ولا بتستمتع ولا بتحاول تدور على السعادة، فانت هتبقى كده من جوه زي ايه، حاجة مقفولة كده، مش هتعرف تعمل اي حاجة، مفيش ابداعات هتيجي حتى في خيالك او افكار او كده. فلا، انت محتاج تطلع، بيقولك تطلع تلعب كده. مش عايز تلعب، اطلع انبسط، شوف حاجة بتبسطك، اطلع قابل اصحابك، اطلع زور مامتك لو دي حاجة بتبسطك،
اطلع مثلا في مكان كده مريح للأعصاب، يكون مثلا في شجر، ورد، بحر، نيل، المتاح ليك. المهم اطلع والعب وحاول تجدد طاقتك، لان اللعب ده بيجدد الطاقة بتاعتنا. بعد كده هنا بيقولك مون سايكلز، اللي هي المراحل بتاعت القمر. مراحل القمر دي ايه؟ القمر طبعا انتوا عارفين يعني اكيد، في مرحلة بيبقى لسه القمر جديد، يعني لسه الميلاد بتاعه. في بعد كده المرحلات اللي هي بتبقى اللي هو لسه بيتكون، اللي هو البدر ده، وبعد كده نص القمر، وبعد كده القمر الكامل والكسوف والخسوف. فكل دي مراحل القمر. بس هو قصده ايه؟ مراحل القمر دي يعني بتعبر عن المراحل الحياة اللي احنا بنعدي بيها. فبيقول لك لاحظ كده ازاي القمر بيتأثر من الطاقة والحاجات اللي حواليه، وحاول تفهم من ده ايه هي مراحل الحياة. يعني بيقولك انت حاول تاخد القمر كده وتفهم منه ان كل حاجة في الحياة ليها مرحلة. يعني في مرحلة لسه ميلاد، الحاجة لسه مولودة، بعد كده بتكبر شوية، بعد كده بتوصل للنص مثلا الشكل بتاعها، بعد كده بتكتمل، بعد كده بترجع يحصل لها كسوف وخسوف. المراحل دي بتبقى صعبة بس بيرجع يتكون قمر تاني جديد. فبيقولك انت محتاج تاخد الحكمة من مراحل القمر، انك تشوف كده يعني القمر النهاردة صغير، بكرة بيكبر، بعده بيكتمل، بعده بتيجي مثلا عليه كسوف وخسوف وكده، وبعد كده بيجي قمر تاني جديد. فبيقولك زي مراحل القمر كده، حياتنا زي كده عبارة عن مراحل. يعني انت لو في المرحلة دي دلوقتي حاسس مثلا ان انت زي كسوف على خسوف والدنيا بايظة معاك، لا، ما هو بعد الكسوف والخسوف ده بيطلع قمر جديد. فما تقلقش، بيقولك حاول تاخد حكمة الحياة كده ودوراتها دي من مراحل القمر اللي حواليك. بعد كده بيقولك هنا celebration، احتفال. فانت محتاج بقى تحتفل كده وتنبسط. بص هنا القمر اكتمل اهو. فبيقولك ما تقلقش، اي كان ايه المرحلة اللي انت فيها، جاية مرحلة الاحتفالات والانبساط، وانك هتبقى مبسوط وفرحان. بس هي كل حاجة ليها وقت، بس هو ده اللي انت محتاج تفهمه، يعني كل حاجة بيبقى ليها وقتها. فما تقلقش، في فرحة وفي انبساط، والملائكة هيجيبوا لك فرحة وانبساط وكل حاجة، بس كل حاجة في وقتها. بعد كده هنا بيقولك صفات اللي هي الحقائق. فبيقولك انت محتاج تعرف كده جواك ايه هي الحقائق. يعني لو في حاجة مثلا انت مش فاهمها كويس، او عندك شك فيها، او يعني عندك ايه، يعني زي مش عارف دي صح او دي غلط او ايه بالظبط. فبيقولك حاول انك تبحث عن الحقائق دي، وجايز الحقائق دي تكون جوه نفسك انت شخصيا. فحاول ايه، يعني زي تصارح نفسك كده، يعني تبقى صريح مع نفسك، ما تكذبش على نفسك. فدور دايما بيقولك على الحقائق اللي حواليك واللي جوه نفسك وفي كل الاوضاع. هنا بيقولك انت عندك مواهب روحية كده، ويعني انت تقدر ترفع ايديك كده وتطلب في اي وقت، وزي ايه، يعني انت من جوه عندك روحانيات عالية. فبيقولك تقدر كمان تعرف كده انت بحدسك كده واحساسك الداخلي إيه اللي ممكن يحصل معاك. فدي حاجة بترشدك. بيقولك يعني الملائكة بيقولولك انت اساسا جواك حدث كبير واحساس داخلي كبير بيقودك وبيرشدك تمشي فين في المراحل اللي لسه جاية عليك في حياتك. فيعني آمن وصدق في الحاجات اللي انت احساسك الداخلي اللي جواك. بيقولك مهم ليك دلوقتي ان انت ترجع خطوة لورا وتاخد وقت لوحدك. يعني انت المرحلة اللي انت فيها دي محتاج كده ترجع خطوة لورا وتسيبك بقى لو في صراعات، مشاكل، خناقات، بتاع، سيب كده كل حاجة. بيقولك ومهم ليك دلوقتي انك تاخد خطوة لورا وتقضي وقت مع نفسك انت لوحدك، بدل بيقولك ما تفضل مركز مع الآخرين وايه اللي بيحصل وعملوا ايه معانا وده عمل ايه مع التاني. فبيقولك لا، ده الوقت ده دلوقتي
انت محتاج انك تسيب كل الكلام ده وراك وتاخد كده خطوة بعيدة عنهم وتقضي وقت مع نفسك انت. بيقولك now is the time، دلوقتي هو الوقت to give to yourself، ده وقت بس انك تهتم بنفسك انت. فانت في الوقت ده محتاج انك تهتم بنفسك، تطلع تنبسط، تشوف ايه ابداعاتك والحاجات دي. وبيقولك مالكش دعوة دلوقتي ال يعني انك يعني سيبك من انك تفضل مركز دلوقتي مع الاخرين والاخر، لا سيبهم هم براحتهم، اي حاجة بتحصل معاهم انت ركز على نفسك انت، لان انت دلوقتي محتاج انك تدي وقت لنفسك وانك تطلع وتنبسط وتبقى سعيد وتجدد طاقتك دلوقتي، ما تركزش مع حد في الوقت الحالي. بيقولك بعد كده بيقولك هنا تراست، خلي عندك ثقة. بيقولك ان التغييرات بتحصل لما بيبقى فيه تقبل خلاص للواقع. هنا تاني الكارت هنا بيقولك المفروض خلاص تقبل بالحقائق وتقبل بالحاجات اللي حصلت ويكون عندك ثقة وتقبل. بيقولك اول ما انت هتتقبل خلاص الحاجات اللي في حياتك والحقائق اللي في حياتك، الموقف اللي انت فيه دلوقتي اوتوماتيك كده هيتغير وهيتحول لحاجة لصالحك. فانت محتاج بس يبقى عندك تراست، ثقة شوية، ما تقلقش. يعني حتى لو انت حاسس دلوقتي من الواضح يعني المجموعة دي ان انت يعني معدي بحاجة صعبة، علاقة صعبة او حد جرحك جامد او كده، ف انت محتاج بس شوية تسامح وانك تتقبل خلاص اللي حصل ايا كان. اصل اللي حصل وجرحك وضايقك ده انت ما هتفضل تفكر فيه وتتضايق وكده، ايه اللي هيحصل؟ ما فيش حاجة هتتغير. فخلاص تقبل الحقائق اللي في حياتك دي، لان هو بيقولك لازم تتقبل الحقائق اللي في حياتك. واهتم انت بقى بنفسك وافرح والعب كده وشوف ابتكاراتك وابداعاتك انت الشخصية، واعتبر ان الحياة دي زي كده مراحل القمر. انت لو في نص المرحلة في اخر المرحلة دايما في بدايات جديدة، وبيقولك في احتفالات وفي حاجات حلوة هتجيلك انت. بس اهم حاجة انك تسيبك من الناس واللي بيعملوه واللي بيقولوه، اركن ده خالص على جنب. انت محتاج في الوقت ده تهتم بنفسك انت وبس، ابعد كده عن الناس خالص واقعد كده مع نفسك كده ودور ازاي تهدى كده وتعمل ريلاكس واطلع كده غير جو وخلي عندك ثقة. بيقولك ان التغييرات اللي ما بتحصلش غير لما انت تتقبل خلاص الحقائق اللي حصلت. بعد ما بتتقبلها اوتوماتيك كده انت بيحصل لك تغيير وبتسامح وبتنسى وبتبتدي تعرف تبتدي بداية جديدة في حياتك. بعد كده هنا بيقولك جولد، الذهب. بيقولك انت اساسا كده من جواك انت عبارة عن ذهب، فانت مش محتاج واحد تاني انه يصلحك، لا ده انت تقدر انك تصلح. لو انت حاسس انك نفسيا او عاطفيا او كل حاجة كده في المرحلة اللي انت فيها دلوقتي حاسس انك متكسر مجروح او كده، بيقولك انت مش محتاج خالص واحد تاني اللي يصلحك، انت اللي تصلح نفسك. احنا قلنا كتير ان كل انسان ايا كان بقى ايه اللي بيعدي يعني علينا في حياتنا او كده، طبعا بننجرح بننكسر بنحزن بنتضايق بنزعل على نفسنا فكل دي مشاعر طبيعية. بس بيقولك خليك واثق ان انت لوحدك كده زي الذهب، انت تقدر تصلح نفسك وترمم اي حاجة حصلت لك ومش محتاج كمان حد يساعدك في ده، انت تقدر تعمل ده، انت قوي كفاية وانت معدنك كده زي الذهب. فانت بس محتاج انك ترجع نفسك كده القديمة لنفسك. فمعلش هو في تسامح لازم يحصل وفي تقبل الحقائق لازم يحصل، وانك تآمن خلاص ان اللي حصل ده حصل وتسيبه وراك عشان تعرف انت تعمل لنفسك بداية جديدة. لان الانسان لو فضل استك كده في المواقف اللي بتحصل مضايقاه هو مش هيعرف ولا يعمل بدايات جديدة ولا يعرف يبتدي حاجة جديدة في حياته. هتفضل قاعد في الموقف اللي انت فيه ده متضايق وبص قال ايه وبص عمل ايه وبص عاملني ازاي وبص قال عليا ايه. فالحاجات دي مش هتفيدك انت كنفسك، انت مش هتفيدك. انت اوكي ممكن تكون دلوقتي مجروح متضايق من الحاجات اللي حصلت
ومش عارف تعمل تسامح. طبعا انا فاهمة ان الحاجات دي بتبقى صعبة، بس معلش انت اقعد مع نفسك كده ورممها وطبطب على نفسك كده، وحاول ايه بقى انك ازاي تطلع من المود ده، تطلع تلعب. شوف ايه المكان اللي انت ممكن تروحه يكون بيبسطك، جايز في مكان معين، تطلع تزور مامتك، اختك، صديق قديم ليك. مفيش دولة، اطلع انت مع نفسك كده، شغل يا سيدي حاجة كده، موسيقى هادية في ودنك كده بسماعات ولا حاجة، واطلع اتمشى. يعني حاول تجدد الطاقة دي بتاعتك، انت هو ده اللي انت محتاجه. وآمن تماما ان الحياة عبارة عن مراحل. ما تقلقش، ايا كان المرحلة اللي انت فيها هتيجي وقت لازم وهتخلص، وهتبتدي كمان بداية حلوة جديدة، وتبتدي حاجات جديدة. فانت بس يعني ما تركزش مع الناس دلوقتي، وخلي عندك ثقة ان ربنا قادر ان هو يساعدك انك تعمل التسامح، وانك تتقبل اللي بيحصل، وقادر ربنا كمان انه يديك بداية جديدة انت تستحقها. وانت مش محتاج اي حد انه يصلح فيك، او شخص بعينه ان هو يبقى معاك. لا، انت بيقولك معدنك كده زي الذهب، رجع بس الذهب كده ده لمعته كده، اغسله ونضفه وخليه يلمع تاني من جديد، وتبتدي حياتك انت من اول وجديد. فربنا معاكم اللي اخترتوا الحجر الاخضر، ربنا يساعدكم انكم تقدروا تعملوا التسامح، وانكم تتقبلوا الحاجات دي، وتقدروا ترمموا كده نفسكم وتبتدوا تاني من جديد. فيا رب تكون شوية النصايح دي تفيدكم. ميرسي جدا ليكم على المشاهدة، واشوفكم ان شاء الله المرة اللي جاية على خير.